مكرونه الانسجام زي ما انت ما شايفه كده مكسره الدنيا. طبعا انا حبيت ان انا اجربها، وصفه موفره جدا واحلى من بتاعه المحلات بكتير. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي مروه خلاف ودي قناتي. لايك وشير لو الفيديو عجبك. مكرونه الانسجام دي من المكرونات اللي انت لو جربتيها مش هتندمي. طبعا طعم فوق الخيال، قسما بالله. انا يعني استغربت من طعمها، كانت جامده جدا جدا. ليهم حق فعلا. الترند يكسر الدنيا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. طبعا هنا نزلنا بشويه ميه وملح، وحطيت شويه خل في الميه. تمام. هنجيب بقى المكرونه. انا جبت مكرونه عشان تبقوا عارفين، انا جايبه مكرونه سايبه. جايبه الصغيره بتاعه التحمير والسباكيت الرفيعه. طبعا كسرت الاسباجيتي نصين. طبعا هنسلق المكرونه، وبعد ما هنسلق المكرونه هقول لكم على التركية اللي ممكن يعني تعملوها وتطلع معاكم تحفه. التركية بتاعت الصلصه. هنا هننزل بشويه زيت، بس تنزلي بشويه زيت كده كويسين. تمام. وهنكون عاملين البصل معانا في الكبه عشان خاطر يكون رفيع جدا. معلش اسفه في المبشره. زي ما انتم ما شايفين كده. ولا حطيت دقيق ولا حطيت نشا. انا نزلت بشويه ملح بس على البصل. طبعا هنحمر البصله زي ما بنحمر التقليه بتاعه الكشري. هنفضل نحمرها لحد لما تاخد لون ذهبي، وهنغمقها شويه. لما بتغمقي البصله بتديكي نتيجه الصلصه اللي هي الغامقه زي اشهر المحلات. لو تقدروا تقولولي اشهر محل بيعمل المكرونه دي وبتاكلوها من عنده، المحل اسمه ايه؟ اكتبولي في التعليقات. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنبدأ ان احنا نصفي البصل. بصوا خد لون. طبعا الكاميرا بقى ظالمه البصل بصراحة، انا مصوراه والكاميرا ظالمه البصل بصراحة. متحمر جميل جدا. طبعا هنطلع البصل على اي حاجة، مناديل مطبخ او ورق. هنصفي الزيت ده كويس من البصل، وبعد ما هنصفي الزيت هنزل بمعلقتين كبار سكر لحد ما يتكرمل. بعد السكر ما يتكرمل هنبدأ ان احنا ننزل بمعلقتين صلصة كبار. بصوا انا ايه، هنا هقلب السكر لحد ما ياخد نكرمله، معلش اسفة. وبعد كده هحط معلقتين صلصة اللي هي الجاهزة. بعد ما هنحط الصلصة الجاهزة بقى هننزل بايه؟ بالطماطم بتاعتنا. انا عملت نص شفشق طماطم. النص شفشق طماطم ده كان كتير بصراحة. بصوا زي ما انتم ما شايفين. في تركايه بقى انا حطيتها دي اختياري. حابه تحطيها حطيها، مش حابه تحطيها براحتك. بس انا لما حطيتها بصراحه كانت حلوه جدا وفرقت في الطعم. التركايه دي هقولك عليها في الاخر، لما اجي احطها هقولك عليها. طبعا التوابل اللي هننزل بيها، هننزل بمكعب مرقه وملح وبابريكا وكمون وفلفل اسود. دي البهارات بس اللي هنحطها، مش هنزود بهارات عن كده. طبعا لو انت حابه تزودي حاجه تاني براحتك. بس هما بصي يعني المكرونه بتاعت الانسجام دي بصراحه فعلا انسجام انسجام. زي ما انتم مش شايفين كده نزلت بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها. تمام. هنبدا بقى نكسر البصل بايدينا. طبعا بصوا البصل عامل ازاي. كسري البصل بايدك. لو حابه تنزلي بالبصل زي ما هو كده انزلي بيه، بس انا كسرت البصل. وبعد كده هنزل على الصلصه بالبصل اللي هو دوت. بس بعد الصلصة ما تتسبك معانا وتكون خلاص دخلت على المرحلة الأخيرة ان احنا هنطفي عليها وهنسقط المكرونة بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هننزل بقى ايه بالبصل على الصلصة. بصوا الصلصة خلاص كده. طبعا بقى حياة الصلصة بتاعتك زي ما انت محبة. زودي ملحك وظبطي بقى التوابل بتاعتك. هننزل هنا بقى ايه بالبصل بتاعنا. وبعد كده هياخد بس غلوة كده مع الصلصة. هبدأ ان انا اكون شاطفة المكرونة بتاعتي شطفة بسيطة، واسيبها تتصفى من المية. وبعد كده هنزلها في الصلصة. مكرونة روعة روعة روعة. مش هتجيبوها من بره تاني. التركاية اللي قلتلكوا عليها معلقتين الخل دول فعلا بيفرقوا في الطعم جدا. ودي كانت وصفة اليوم. زي ما انتم ما شايفين بصوا انا بنزل مكرونة واحدة واحدة عشان خاطر ما تدلقش مني. ودي كانت وصفة اليوم، ومكرونة فعلا انسجام هتخليكي بصي في قمة الانسجام اللي انت هتبقي فيه. بصراحة جامدة جامدة جامدة. جميلة جدا.
يا رب تجربوا الوصفة بتاعتي وتقولوا لي بتاكلوها من اني محل مشهور بيعملها احسن حد في السيدة عيشة، السيدة زينب. قولوا لي المكان وقولوا لي اسم المحل. ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.